أبناء وأحفاد اليهود الذين خرجوا من العراق مرغمين قبل عقود أحيوا في أربيل الذكرى 71 على طرد اليهود من البلاد، مناسبة رعتها وزارة الأوقاف في الإقليم وحضرها ممثلون من الديانات وطوائف أخرى. تخللتها مواقف شدد البعض منها على وجوب الاعتراف بممارسات الأنظمة السابقة التي تحركت لضرب النسيج الاجتماعي العراقي. نشارك في هذه المناسبة ونعطي تعاطفنا مع اليهوديين الذين أجبروا على الرحيل من العراق وإقليم كردستان. نطلب من حكومة العراق إذا هذا الحكومة يعتبر نفسها حكومة ديمقراطية لازم يعترف بكل مذابح التي جراها قبل النظام السابق. مواقف أخرى حاضرة أكدت ضرورة إشاعة ثقافة المحبة والتسامح في العراق لمنع تكرار مآسي الماضي. أعتقد أنه يعني من الضروري أن نرجع إلى ما قبل 71 عام ونكون يد واحدة ونعيش بأمن وسلام في عراقنا. وكان اليهود بحسب إحصاءات شبه رسمية يشكلون قبل خروج غالبيتهم من العراق نهاية أربعينات القرن الماضي وبداية خمسيناته ما نسبته 2.8% من السكان، وعرف منهم قبل رحيلهم القسري فنانون بينهم سليمة مراد وموسيقيون ورجال دولة، أشهرهم حسقيل ساسون أول وزير مالية للعراق في أول وزارة تتشكل فيه عام 21 و900 وألف. حمزة عثمان، السومرية، أربيل. ازدياد الحوادث المرورية في أربيل.